طخوا بس ما تعوروش يا بوي. لو عايزة تعرفي بتحبيه ولا ما بتحبيهوش يبقى الفيديو ده ليكي. معاكي هيبقى فوزي NLP لايف كوتش. كنت بتسائل طول عمري وانا صغيرة لما حد يكلمني عن الحب، مني كنت مهندسة، كنت دايما بفكر بطريقة منطقية تماما. ارد واقول لهم ادوني تشيك ليست فيها 1 2 3 4 عشان اعرف اقول لكم واضحة او لا صريحة. وهنا كانوا بيسكتوا ما بيقولوليش على تشيك ليست واضحة. الوضع ده ما عجبنيش وعملت لك 4 اسئلة لو رديتي فيهم على نفسك هتعرفي انت بتحبيه ولا لا. اول سؤال يا لوزة، هل بتعرفي تقولي له كل اللي بيدور في دماغك واللي قلبك حاسه ولا ما بتعرفيش؟ تاني سؤال، هل بتحسي انه حنين حقيقي عليكي ولا بس تايجر اكبر وسيطر؟ 3، هل بيساعدك تكوني احسن نسخة منك، يشجعك تتطوري تتعلمي تكوني احسن وبيطلع احسن جزء فيكي؟ ورابعا، قادرة تتخيليه اب لولادك صورته وهو اب والصورة دي عاجباكي ولا لما تجاوبي على ال4 اسئلة دي هتعرفي انت بتحبيه ولا لا. ومعانا دايما في نادي ان ايجيبشن جيرل هتعرفي تحطي خطوات وسيستم تعرفي فيه نفسك اكتر وتعرفي ايه حقيقي اللي انت عايزاه. لو عايزه تفاصيل اكتر عن اول نادي اونلاين واوفلاين لعالم الانثى الجميل ابعت لنا كلمه نادي وهنبعت لك التفاصيل فورا. وبس خلاص.